السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصلي على الحبيب عشان قلوبنا تطيب. معانا صينية كيكة سهلة وبسيطة، مقاديرها خفيفة كده. حاجة ممكن تتعشي بيها، تفطري بيها انت والعيال الصبح يعني. وبسيطة بسيطة خالص والله العظيم. هنا معايا كوباية سكر، كوباية لبن، كوباية ونص دقيق، معايا نص كوباية زيت، معايا بيكنج باودر، ومعايا كيس فانيليا. انت ممكن البيكنج باودر ديت ممكن تبدليه باللي هو الكيك شيف. يعني دي ودي الاتنين واحد، والاتنين نتيجتهم حلوة على فكرة. بس ممكن يكون الكيك شيف لو الدقيق معاكي اسمر هو ممكن يفتح لك العجينة بتاعت الكيكة بس، انما النتيجة واحدة. هنا هنجيب بولة ونفضي البيضتين، وهنفضي عليها كيس الفانيليا طبعا عشان خاطر انتوا عارفين ان هي ايه، عشان خاطر الزفارة. انت ممكن تستعملي المضرب كهرباء، مضرب يدوي، مضرب الخلاط. يعني معاكي 3 حاجات. الموضوع سهل والله، حتى لو المضرب يدوي فالموضوع سهل. بس هي ايدي كانت وجعك شوية بس. مش متعبة والله، مش متعبة. نتيجتها في الاخر هتفرحك وهتنسيكي اصلا تعب ايديكي. هنا نزلت بالبيضتين وكيس فانيليا، ونزلت السكر، وهضرب كده بالمضرب. ايه لو بايدك هتضربي شويه، لو بمضرب الكهرباء برضه هتضربي شويه، لو في الخلاط برضه بنفس المراحل كده وهتضربيها شويه. وممكن تعملي كل المكونات دي كلها كده في قلب الخلاط واحده واحده، وتعملي الخطوات زي ما انا بعملها كده برضه واحده واحده. الموضوع سهل جدا، ومقاديرها بسيطه بسيطه بسيطه. دي كانت صينيه وسط، مش صينيه كبيره. انت لو هتعملي صينيه كبيره انت ممكن تضاعفي المقادير. يعني كوبايه السكر دي ممكن كوبايه ونص، كوبايه اللبن هتبقى كوبايه ونص، دي تبقى كوبايتين وربع. فاهمه قصدي؟ يعني ضعفيها في المعقول. هنا كنت طبعا نزلت اللبن برضو، ونزلت الزيت، وهفضل برضو ايه، اضرب كده بالمضرب. وزي ما قلت لك انت ممكن تضربي بالمضرب يدوي او في الخلاط او مضرب كهرباء زي ما انا ما بعمل. اضربي كده حلو يعني، افضلي اضربيها كده حلو لغايه اما تعمل الفقاقيع كده قدامك. كل ما تضربيها كل ما هتبقى حلوه. واهم حاجه اهم حاجه الدقيق. الدقيق يكون منخول. حاولي تنخلي الدقيق، بيخش له هوا. فلما يخش له هوا كده بيخلي الكيكه تبقى مرتفعه كده وكبيره، هشه. انما لو مش منخول بتبقى هابطه كده ومكتومه. هنا انا كنت طبعا نخلاه وحطيته برضو في كوبايه، قلت عشان خاطر ايه انتوا تعرفوا برضو المقادير. ولما جيت ادلقته حاولت ان انا انطوره كده برضو عشان الهواء يخش فيه زي ما انت مش شايفه كده قدامك. بس اهم حاجه ان انت تدخليه، انت تدخليه على طول على العجينه اللي قدامك. هنا كنت فضيت طبعا بقى الدقيق دي كله كده. انا فضيت الكوبايه ونص، وهبتدي ان انا افتح برضو البيكنج باودر تحطيه. وزي ما قلت لك يا ممكن بيكنج باودر يا اما تحطي كيك شيف، الاتنين بيدوا نتيجه حلوه. بس هو كيك شيف ممكن يخلي لك الكيكه تبقى فاتحه او مصفرة زي ما بنشوفها كده في التلفزيون يعني وكده. بس برضو البيكنج باودر تحفه، بيحلي برضو بيبقى جميل. انا ما بقولكيش دي وحشه او لا، الموجود. انا بصراحه كان عندي البيكنج باودر فعشان كده ما رضيتش احط كيك شيف، قلت لسه هنزل وهجيب. طب ما هو ده موجود، مش عادي يعني. وهنا كنت بضرب بقى الخليط بتاعي جامد، وبجيب من الجناب كده وبجيب كده وبجيب كده عشان خاطر ما يكونش في حاجه متكتله، ما يكونش في عجينه متكتله او حاجه. وبقى ايه بخليه، بص القوام، هو ده قوامها بالظبط. يعني مش تخينه مش تقيله ومش خفيفه. هنا انا عندي صينيه الكيكه، عندي بص مفرغه كده من الجناب، فهو ده اللي هيخليني احط ورقه الزبده. لكن هي لو مش مفرغه كده والتفريغ بتاعها واسع شويه وممكن ينزل لي العجينه، انا كان ممكن احط عادي خالص. يعني في الصينيه على طول. هنا بقى كنت فضيت العجينه بقى كلها كده. وطبعا هيتفيد حبه عجينه، انا بحب اكلها جدا، بحب اكل العجين بتاعت الكيكه قوي. ممكن في ناس كتير زيي على فكره. بس وما تقلبهاش ولا اي حاجه، تمسكي الصينيه ترزعيها كده على الرخامه مرتين وخلاص، وتدخليها الفرن. وهنا كانت طلعت معانا واخده اللون الحلو. وطبعا طبعا الفرن يكون سخن. وبعد كده اول ما تدخلي الصينيه وطي النار، وطي النار على قد ما تقدري، يعني في حدود بتاع 160 كده. بس اهم حاجه يكون الفرن سخن في الاول. وبعد كده وطي النار قوي، وسيبيها مثلا بتاع 45 دقيقه. هتلاقيها تحفه، هتلاقيها كده طالعه، يعني ريحتها
ريحتها تقريبا ريحتها واصله لكم. والله العظيم ريحتها كانت جميله. دلوقتي احنا برضو هنقطعها وهوريكي برضو شكلها من جوه وهيشانها من جوه. هنا كنت بقى ببتدي ان انا اقطعها كده خرط صغيره مش كبيره. ودي زي ما قلت لك دي صينيه وسط، مش صغيره ومش الكبيره، دي الصينيه الوسط على طول. الصواني 3 مقاسات، في صغيره في وسط في كبيره، وهنا دي كانت الصينيه الوسط. هنا بقى كده كنا ببتدي ان انا بقى اقطعها واوريها لك هشه من جوه مستويه طريه كده وجميله جميله جميله. والله العظيم كانت بألف هنا. هي بصراحه ما عادتش، ما يعني كناها بصراحه، كانت بألف هنا يا رب. وهنا بوريكي بقى شكلها من جوه، كانت تحفه. والله العظيم كانت تحفه والف هنا. ما تنسوش اللايك والشير، ودايما كده في ضهري وسندني، وربنا يسعد قلوبكم يا رب.